ومصطفى كان واقف مع اصحابه في الممر اللي فيه المحلات التجاريه اللي جوه النادي، فحس برضه بخبطه جامده قوي في دراعه، واصحابه اتفاجئوا ان في شياط دخان طالع من كتفه اليمين، فجابوه فورا عندنا في الترابيزه اللي كنا قاعدين عليها يعني. فبضغط له كده بشوف فيه، انا افتكرت حد من اصحابه بيهزر معاه او حاجه وخبطه في حاجه، فلقيت نافوره دم يا كابتن مجدي طالعه من خرم يدخل صباع الايد. يا ساتر. فجرينا بيه على مستشفى السلام. الناس مشكوره برضو، وضحوا لنا الموضوع بالاشاعات واللي اتعمل، واتضح ان هو قذف ناري. بس للاسف انت عارف كان الخميس والجمعه اكثريه الدكاتره الاخصائيين الكبار بيبقوا اجازات وكده، فنقلناه مستشفى الشروق برضه كان نفس الموضوع. ما في كذا مستشفى لغايه لما ربنا هدانا الحمد لله رب العالمين لمستشفى النخيل في المعادي. الاستاذ الدكتور حسن حسين، الحمد لله رب العالمين. الراجل ده انا بشكره من خلال برنامجك. الراجل دوت من امبارح بالليل حضرتك ما سبناش لحظه، وفضل حاطط مصطفى تحت الملاحظه الحمد لله لغايه لما عمل له العمليه. دخل الساعه 9:15، خرج الحمد لله رب العالمين الساعه حوالي 12 الليل. ما كانش الرصاصه ليها اضرار؟ الحمد لله هو قال ان هو نظف كل حاجه جوه ما لمستش اي جهاز من اجهزه جسمه؟ الحمد لله العالمين، الحمد لله رب العالمين. حتى قال انا محتاج ان انا اجبس. هو كان في وتر بس حصل له شبه مد، فعمل له حتى بعد طبعا الناس الرياضيين ادرى مني بالمواضيع دي. أيوه. فعمل حاجه في العضله بتاعه الكتف اليمين الحمد لله رب العالمين، وهو بس معلق له دراعه. طب هي مش مفارقه غريبه ان الاثنين في الدراع او قريبين من الدراع؟ الظاهر واحد ادفع كابتن. يعني لا، عايز افهم حاجه، هل حد واقف في مكان بينشل عليهم من بعيد ولا حاجه؟ والله يا كابتن مجدي انا هقول لحضرتك على حاجه. الساده ضباط المباحث لما جم وكانوا بيسالوا فامنوا، افتكروا الاول ان في فرح مثلا يكون قريب من باب النادي، فامنوا العمارات كلها اللي حواليه ما لقوش اي حاجه. الله اعلم بقى هل واحد تسلل دخل جوه النادي بقصد انه يعمل بلبله ضد الظروف اللي احنا بنعيشها في البلد اليومين دول. الله اعلم، انا ما اقدرش اكذب باي حاجه. هو الموضوع القذف الناري طبعا ما رضيتش الاداره تسلمه لنا، فكلموا النيابه. ساده النيابه مشكورا بعت حد من مكتبه استلم المقذوف في ظرف مقفول، والتحقيق بقى هو اللي هيبين حضرتك. تفهم في السلاح ولا ما تفهمش؟ نعم؟ تفهم في السلاح ومقاسات الرصاص والكلام ده؟ والله يا دي احنا بنفهم بس في المسدسات البلي بتاعت زمان. يعني ما تعرفش الرصاصه 6 مللي ولا 8 مللي؟ هي رصاصه لونها اصفر قد عقلتين الصباع كده، بوصه مدبب جدا، في اخرها كده حضرتك سواد زي ما تكون بارود او حاجه كده يعني. ده اللي انا شفته، وما رضوش حتى يخلونا نمسكه، قال له ممنوع ان انت حتى تلمسها يعني. سمعنا ان حضرتك اتعصبت جامد وكان في مشكله بينك وبين اعضاء مجلس اداره او احد اعضاء مجلس اداره. بص يا كابتن مجدي، انا زي ما قلت لحضرتك انا اللي يحصل بعد كده، المهم الولد قام بالسلامه. طب احكي لنا الموقف برضو من وجهه نظرك. هو المفروض ان احنا يعني انا ابني يضرب بالنار او ابن اختي، وانا ادخل اضحك وانبسط واقول لهم متشكرين، يا ريتكم كنتوا في قلبه مش في دراعه. ليه، هو في حد عاتبك؟ لا ما فيش حاجه، ما في يعني. بس معلش انا من انبساطي، معلش يا كابتن مجدي، انت اخ عزيز يعني وعلى عيني وراسي، بس انا من انبساطي مش عايز اتكلم في اي حاجه بقى. تمام. انا بس كل من خلال برنامجك بقول لكل اعضاء نادي الزمالك انا متشكر لدعواتكم، متشكر جدا لدعواتكم. ان دعواتكم دي الحمد لله زي ما نجت مرام نجت مصطفى، والحمد لله، وربنا ما يكتب على حد ابدا، ويرجع الهدوء للنادي وللبلد وفي كل حته في مصر. اللي يحصل بعد كده يحصل، المهم احنا الحمد لله بنعيش عشان نربي ولادنا احسن تربيه ونشوفهم في احسن مراكز. انا ما تفرقش معايا بقى اي حاجه بعد كده. احنا بنحترم يكون يا كابتن مجدي. احنا بنحترم وجهه نظرك استاذ طارق طعيمه. بشكرك شكر جزيل. خالد طفل مصطفى اللي اصيب بطلق ناري في نادي الزمالك، وده شيء محتاج تحقيقات ومحتاج